النهارده بقى هنعمل حاجه جديده ب3 برتقانات وشويه جزر. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا انا هعمل ايه. هنجيب كده حله صغيره ونقطع فيها الجزر اللي عندنا شرايح كده. بجد هتحبوا الوصفة دي جدا جدا جدا، يعني مكونات بسيطة في البيت. يعني كلنا عندنا برتقال وكلنا عندنا جزر يعني، وكمان مفيدة ومغذية، وصدقوني هتحبوها. هقطع الكمية وارجع لكم. وده دلوقتي بعد ما قطعنا كمية الجزر اللي معانا، هنجيب بقى البرتقال كده مقشرينه وهنقطعه كده حلقات. شيل البذرة منه. كده ادي البرتقانة التانية. برضو نشيل البذرة منها. زي ما قلنا اهم حاجة البذرة تشيلوه عشان ده برتقان بلدي. نحاول نشيل كل البذر ده. دلوقتي بعد ما خلصنا كمية البرتقال هنحط عليها كوباية ونص سكر. ادي الكوباية وادي النص كده. نضربهم كده كويس مع بعض. كده بقى هما جاهزين ان احنا نسيبهم النهارده. هنغطي عليهم ونسيبهم في التلاجة لغاية بكرة الصبح ان شاء الله، وهقول لكم في الفيديو الجاي هنعمل بيهم ايه. استنوا الجزء الثاني في الفيديو الجاي. مع السلامة، تصبحوا على خير.